الدكاترة قالوله مش هتقدر تعيش أكتر من شهرين، وفجأة حدث ما لم يتم توقعه. كملوا معايا لحد آخر الفيديو علشان تشوفوا أحداث القصة، علشان هتتعجبوا لما تسمعوها. لكن مش قبل ما نصلي على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام تحت في التعليقات. موقف بدون مبالغة من أغرب وأعجب المواقف اللي هتسمعها في حياتك. راجل سبحانه وتعالى ربنا ابتلاه بمرض السرطان، ربنا يعافينا يا رب ويشفي جميع المرضى المسلمين. الراجل ده كان من أغنى الأغنياء، كان راجل غني ومقتدر جدا ومعاه فلوس. فجأة لما جاله مرض السرطان، للأسف مرض السرطان انتشر في كل جسده. يعمل إيه؟ ما هو راجل غني ومعاه فلوس بقى، قرر إنه لازم يسافر بره في دولة من الدول علشان يلحق نفسه، يلحق يعالج نفسه. وبالفعل سافر لدولة أمريكا وعرض نفسه على الأطباء والدكاترة هناك. وهناك الأطباء قالوا له للأسف المرض انتشر في كل جسمك، وانت خلاص ما بقاش سهل ان احنا نقدر نعملك حاجة، ما نقدرش نعملك حاجة خلاص، واي حاجة هنفكر ان احنا نعملها لك للأسف مش هيكون لها نتيجة ابدا. الراجل طبعا يعني بيكلم الدكاترة في حال الذهول، يعني ايه؟ يعني اعمل ايه؟ يعني ما فيش امل؟ كله قال له لا. المهم الدكاترة كلهم قالوا له انت كده يعني هتموت، والحق بقى ارجع بلدك وتمتع شوية كده الكام يوم اللي انت عايشهم، انت ممكن تموت في خلال بالكتير شهر، وطبعا الاعمار بيد الله. خليكم بقى مكملين معايا كده واسمعوا الراجل ده عمل ايه لما رجع بلده. سمع الكلام وقرر ان هو يرجع تاني بلده ويسمع كلام الدكاترة. وفي يوم بيقول انا قاعد بيني وبين نفسي كده وخلاص يائس من حياتي، فحسيت كده بخنقة وحسيت بضيقة كده، فقررت ان انا اخرج شوية اتمشى بره البيت. فبيقول ان انا تعبت من المشي، فقررت ان انا اقعد على جنب كده في جنب الطريق يعني. وبيحكي بيقول ان انا في الوقت ده شفت وسمعت مشهد حصل قدامي لأول مرة في حياتي أشوف موقف زي ده، موقف يعني يلفت النظر. بيقول ايه بقى؟ خليكم كاملين معايا. لفت نظري وسمعي ان في ست قاعده بتبكي بحرقه، والست اللي كانت بتبكي وبتعيط دي كانت صبيه، كانت لسه صغيره كده وفي غايه الجمال، كانت جميله جدا. واقفه عماله تتحايل على شاب وتقول له ابوس ايدك ابوس ايدك ساعدني باي حاجه، ده الايجار صاحب العماره اللي مأجرين منه قاعدين فيها هيطردنا بره، وانا عندي عيال يتامى بربي فيهم ابوهم ميت، هعمل ايه وهجيب فلوس منين؟ ارجوك ساعدني. والشاب ده قال لها طيب بصي هساعدك بس على شرط، انا هديكي اللي انتي عاوزاه مقابل جسدك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفضلت تبكي قدامه وتترجى فيه وهو ماسك على نفس الشرط اللي شرطه عليها. وفي النهاية قالت له خلاص انا موافقه بالشرط ده. عندها 5 يدابه بقى هيتشردوا في الشارع، فاضطرت لده. بس هو في الوقت ده الشاب قال لها انا هديكي كذا، المبلغ كذا. قالت له ازاي؟ دول ما ينفعوش، ده يا دوب نص الايجار اللي عليا. قال لها هو ده اللي عندي، هم دول اللي انا هديهم لك. اسمعوا بقى معايا كده ايه اللي حصل في النهايه يا جماعه. من رحمه ربنا بالست دي، الشاب اللي كان عايز يساعدها مقابل ان يقع معاها في الحرام سابها ومشي، ما عجبهمش الكلام، ما اتفقوش. مين بقى جاي واقف وشايف الموقف ده قدامه بحذافيره؟ الراجل المريض بمرض السرطان. فبيحكي بيقول انا قمت جري من مكاني وخدت بعض بقى وقعدت مع الست وكلمت معاها ورحت لها جري وقلت لها بصي بصراحه انا واقف وسمعت الحوار اللي دار بينك وبين الراجل ده. فست لما سمعت مني الكلام ده بكت وعيطت وقالت والله ما كنت هعمل كده ابدا ولا كنت عمري هعصي ربنا ابدا، ولا عمري كنت هقع في الحرام، الا ان انا مضطره وربنا عالم ان انا مضطره ومش عارفه اعمل ايه، وعندي عيال يتامى وهيتبهدلوا. فالراجل ده قال لها طيب بصي، قال لها انا هديكي كل اللي انت عايزاه من الفلوس المتأخرة عليك من الإيجار، بس قال لها مقابل حاجة هطلبها منك. فطبعا هي قالت له طبعا أؤمر. قال لها مقابل انك عمرك ما تفكري ابدا انك تعملي حاجه حرام ولا تغضب ربنا. قالت له اوعدك ان عمري ما هعمل حاجه زي كده. قال لها طيب ايه ضمني بقى ان انت مش هتعملي حاجه زي كده؟ قالت له الضامن والشاهد هو الله عز وجل. الله خلاص تكتبي لي عنوانك في الورقه اديهولي واسبقي انت روحي لاولادك، وانا هاجي بنفسي ادفع الايجار للراجل اللي متاخر عنده الايجار. الراجل هنا يا جماعه خلوا بالكم بيحكي يعني اللي هو مريض السرطان، يعني المرض متمكن منه وخلاص بيموت بالبطيء، والدكاتره كلهم قالوا له خلاص يعني 30 يوم بالكتير قوي ممكن تتوفى والكلام ده. فبيحكي بيقول ان انا خدت بعضي وروحت بيتي ودخلت الاوضه بتاعتي وقعدت على المكتب وفتحت الخزنه والفلوس وخدت اوراق كده مهمه وكتبت وصيه كتبت فيها ان فلانه الفلانيه وعنوانها كذا كذا بعد ما اموت، وكتب في الوصيه ان هو كل يوم 1 في الشهر
وكتب لولاده ان الفلانة الفلانية كل يوم 1 في الشهر تروحوا لحد عندها وتساعدوها بالمبلغ كذا، وقفل على الوصية زي ما هي، وخد بعضه وركب عربيته وخد معاه اكل ولبس للست ولولادها اليتامى، وراح دخل على الست ودفع لها الايجار المتأخر وعليه 3 سنين ايجار قدام، يعني مقدم. وراح سأل عليك فلوس لمين تاني؟ قالت له فلان راح يسد الدين، وقالت له فلان راح يسد الدين وكل ده. وقال لها كل يوم 1 في الشهر هجيلك بمبلغ ان شاء الله يقضيكي انت وولادك. خلي بالكم معايا هنا بقى، الراجل يا جماعة فضل على الحال ده وعلى الوعد والدين ده مع الست دي، يعني مع ان احنا قلنا ان الدكاترة قالوا انت هتعيش 30 يوم، بس فضل على الحال ده تخيلوا كام؟ 20 سنة. 20 سنة بقدرة الله قاعد بيساعد الست دي. بيقول بعدها انا حسيت ان جسمي بيتغير، لوني بيرجع زي ما كان، صحتي بقت كويسة وبترجع. اوعى تتعجب من اللي انا بقوله، لان المرض والشفاء بيد الله سبحانه وتعالى، والغنى والفقر بيد الله سبحانه وتعالى، والعطاء والحرمان بيد الله سبحانه وتعالى. اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. وفي يوم الراجل ده خرج عشان يصلي صلاة من الصلوات في المسجد، وفعلا راح المسجد بيصلي فرض من فروض الله. سبحانك يا رب، روحه قبضت ومات. مات ساجدا، مات ساجد بين ايادي الله. ويشاء ربنا عز وجل ان الراجل ده يموت يوم ايه؟ يوم 1 في الشهر اللي كان بيروح فيه للست اللي كان بيساعدها هي وولادها. الراجل ده مات في صلاته يوم 1. فابنه بيحكي الموقف ده، ابنه الكبير بيقول بعد اسبوع بقى من وفاة ابويا بقينا بقى نشوف حال ومحتال وورق وكل ده، فبنفتح الخزنة بتاعته والمكتب في المكتب بتاعه، فلقينا وصية مكتوبة بخط ايده وكاتب فيها عن الست دي اللي وصى بيها اللي هي ام اليتامى، وكاتب ان كل يوم 1 في الشهر تساعدوها بالمبلغ الفلاني وبإيجارها بكل حاجة. الابن حزن بس بيقول لو كنت فتحت الخزنة يوم ما ابويا مات وشفت الوصية دي كنت نفذتها. بس فعلا راح الابن الكبير ده يوم 7 في الشهر للست دي وخبط عليها بابها، ولما دخل عرفها بنفسه وقال لها انا ابن الراجل الفلاني، ابويا اتوفى من اسبوع وانا جيت لك بنفسي اهو بالمبلغ اللي كان ابويا بيجي بيه كل يوم 1 في الشهر علشان اكمل المسيره بتاعته وتكون في ميزان حسناته. الست ردت عليه قالت له ايه بقى؟ قالت له يا ابني ربنا يرحم ابوك، طول عمره كان بيساعدني، بس انا دلوقتي ابني كبر وربنا كرمه بوظيفه من اسبوع يوم 1 في الشهر، تخيلوا. ومش بس كده، ده خد الراتب بتاعه مقدم، يعني اللي هو يوم اللي مات فيه الراجل الغني اتعين ابنها وقبض في نفس اليوم. ده كله عشان تعرفوا ايه يا جماعه؟ ان الرزاق الوحيد هو ربنا سبحانه وتعالى. وقالت له يا ابني الحمد لله ابن هيقبض راتب يكفينا كلنا. قالت له يا ابني ربنا خلاص كرمنا، ابن هيقبض راتب يكفينا كلنا. انت ممكن بقى تشوف حد يستحق المساعدة وتساعده، ربنا كرمنا الحمد لله. سبحان الله العظيم. لما البني ادم ده احسن للست ام اليتامى دي وانقذها من الفاحشة وجبر بخاطرها هي ولادها، ربنا شفاه من المرض ورزقه البركة في العمر، ومات كمان ايه وهو بيصلي بين ايدي ربنا، يعني حسن خاتمة. سبحان الله. ربنا جعل الراجل المريض ده، الراجل الغني، سبب انه يكون رزق بعد ربنا عز وجل. كام سنة؟ 20 سنة. اسمع بقى يلي شايل هم الرزق وبتقول مراتي وولادي وامي وابويا والديون والدروس والمصاريف وي الراجل الغني مات يوم 1 في الشهر، والمرأة الأرملة أم اليتامى ابنها بتوظف في نفس اليوم، علشان ربنا يقول لك ايه؟ لا تحمل هم الرزق فإن الأرزاق بيد الله، أحسن إلى الناس إن الله يحب المحسنين.